ميعاد الولادة قرب وخايفة من التخدير؟ طب يا ترى ايه المناسب ليكي؟ التخدير الكلي ولا الناشفي؟ طب انت عارفة ايه هي مميزات وعيوب التخدير الكلي والناشفي؟ انا بقى هقولك، بس الاول ادخلي على اللينك واعملي اللايك. أنا عارفة يا حبايبي إن في ستات كتير بتخاف من البنج الناشفي. تعالي بقى أقولك إيه الفرق بين البنج الناشفي والبنج الكلي. البنج الناشفي الست بتاخد نفسها لوحدها، لكن في البنج الكلي لازم يركبولك الأنبوبة الحنجرية، ولما بتفوقي من الجراحة بتلاقي نفسك زورك وجعك وعايزة تشربي مية وزي صوتك محشرج. طيب في البنج الناشفي مفيش وجع بعد الجراحة. ليه؟ لأنك بتكوني مش حاسة بالجزء السفلي ليكي عشان لسه مفعول البنج. لكن في البنج الكلي بتتألمي جامد وبتتعبي، ولازم دكتور التخدير هو اللي يفوقك بعد الجراحة. طب في البنج الناشفي طفلك بينزل مشحشح وفايق كده ومزقلط في ايدك. امال ايه؟ يقدر دكتور الاطفال يفحصه ويطمن عليه. لكن في البنج الكلي لما الام بتاخد حقنة البنج العيل كده كده بينام، فبيتعب الدكتور عقبال ما يعرف يفوقه ويطمن عليه. طب في البنج الناشفي الدم بعد الجراحة بيكون قليل، لكن في البنج الكلي بينزل دم كتير بعد الولادة. ده غير بقى في البنج الكلي بعد ما بتفوقي بتتوجعي كتير. علشان كده الدكاترة بتنصح بالبنج الناشفي لأنه آمن ليكي ولطفلك كمان. يلا في الختام يا رب تكونوا بسلام. هنتظر رسايلكم واقتراحاتكم على صفحة البرنامج وأنا هرد عليكم على طول، واستنوني في حلقة جديدة ومعلومة مفيدة من برنامجكم الداية.